وسهلا بيكم في حلقة جديدة من ماركتنج جورو. ان شاء الله الحلقة النهاردة هتكون مختلفة شوية لان معايا يعني اخويا وصديقي باشمهندس احمد ندى، وهو السي او لشركة اي باور. اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس احمد. اهلا يا عبد الرحمن، ازيك؟ كله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. مبسوط اني معاك طبعا. اتمنى ان احنا نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. والحقيقه دي اول مره ان انا البي رغبه حد ان هو يطلعني هوا كده يعني ده بعد معاناة اتمنى طبعا. ان انت بتحرجنيش اكتر من اللازم وتسالني اسئله مباشره. لا ان شاء الله تبقى يعني الموضوع هيبقى بسيط. احنا في الاول وفي الاخر جايين نفيد الناس، جايين يعني نديهم المعلومات اللي ممكن تكون مؤثرة في حياتهم يعني نبقى مؤثرين. نتمنى ده طبعا، نبقى اصحاب رساله في حياتنا. بس احنا بعاد قوي برضو يا عبد الرحمن شويه عن الناس المؤثره، لان بنشوف يعني نماذج ناجحه كتير جدا في البيزنس بتاعها وفي ادارتها، وكلنا بنتعلم منها. اشكرك ان انت شايفنا في الحته اللي ممكن نكون بنأثر فيها على الناس، حتى وان كانوا الناس اللي شغالين معانا في شركاتنا وحوالينا. بس لسه كتير قوي. هو بص، يعني الحقيقه انا الشركه عندك انا جيت وبصيت وشفت الناس وشفت الانفايرمنت والكالتشر والناس بتتعامل مع بعض ازاي. ودي احنا هنجيلها، بس انا عايز اعرف الاول خالص انت يعني البدايات كانت ايه؟ بدأنا منين بالظبط؟ اول شغلانه كانت عامله ازاي؟ الحقيقه هي رحله طويله قوي، ما اقدرش ان انا اقول ان هي كانت سهله. لان اي نجاح لابد انه يعني يصاحبه ضغوطات ويصاحبه امور كتيره جدا في حياتك بتفشل فيها وبتقع فيها، تحاول ان انت تستعيد تاني تركيزك وترجع تقوم تاني. ف بدأت الحقيقة في 2008 لما اتخرجت من هندسة كهرباء. كان حظنا سيء شوية لأن كان في الكرايسيس بتاعة الاقتصاد اللي ضربت العالم طبعا. فشركات كتيرة جدا مالتي ناشونال في مصر قللت استثماراتها. شركات كتيرة جدا بدأت تعمل يعني سيفنج وكوست ريدكشن. فكان حظنا وحش الحقيقة. دفعة 2008 دي كانت مش أحسن حاجة يعني. كنت بحلم ان انا بقى اخرج من هندسة اشتغل بقى. اي مهندس كهرباء دايما بيبقى حاطط كده 3-4 كومبانيز قدامه، هو في الاخر بيعمل كارير شيفت اصلا. بالظبط. يعني هحكي لك قصة حلوة قوي ممكن تبسطك. وانا في الجامعة كنت دايما عندي كارير بلان ان انا ادخل مع اي حد من المانيفاكتشرز اللي بيصنعوا الحاجات بتاعت الكهرباء، شنايدر، سيمنز، شركات كبيرة يعني، وهم ليدرز طبعا في مجال الكهرباء بشكل كبير يعني. وكان حظي حلو انه كان عندي حد اعرفه كان لو كوميونيكيشنز داخل شنايدر. فقلت بس بقى انت كده يا احمد هتخلص، شوف جيشك، لو خلصت جيشك انت كده هتشتغل في شنايدر. حلم طبعا، حلم اي حد بيتخرج مهندس كهرباء ان هو طبعا يشتغل ويجوين مع شركات كبيره زي الاسامي اللي قلت لك عليها. وممكن نقول اسامي عادي خالص، يعني ما فيش مشكله. طيب محدش هيسمعنا اصلا يا عبد الرحمن. فالحظ طبعا ما كانش يعني معانا كويس كدفعه، مش بتكلم عن نفسي يعني. الشركات دي بدأت طبعا تقلل ان هي ما تعملش اي هايرنج في السنه دي. فبدأ حلمك بقى يعني يتبخر. فلقيت نفسك مش عارف تجوين مع اي شركة من الشركات الكبار. احد الناس اللي علاقة بيهم قال لي بقول لك ايه، ما تجوين مع تيم كده بيعمل صيانة لمهمات كهرباء في مول كده. فقلت له يعني يلا بينا، انت بتعمل حاجة؟ قلت له لا انا عاطل يعني. الحقيقة انضميت معاهم. كانوا بيعملوا O&M لأركيديا مول. كان لسه بقى يعني فكرة الميجا مولز اللي داخلة مصر، وازاي ان هي بدأت تاخد اهتمام. كان هو اصلا من اكبر المولات يعتبر في مصر كلها في الفترة دي ده طبعا. فقلت له يلا بينا. فروحنا انضميت مع الشركة اللي قائمة بالتشغيل والصيانة فيها. كاره نفسي بقى عبد الرحمن طبعا.
مش حابب قصه الصيانه. ايه اللي يعني الصيانه ايه ده ما عندوش اي كرياتيفيتي، ده بره خالص المجال بتاعه الاندستري بتاعه البيزنس بتاع الكهرباء، ان انت تبقى في الانفراستراكشر بتاعه الكهرباء وتبني وتعمر وتورد مهمات وتشوف ازاي المهمات دي بتتصنع. فحلم بيتبخر. انت هتيجي تتزنق في حاجه خلصانه واوريدي شغاله، بتعمل لها عمليات تشغيل، ولو حصل مشكله ان انت تعمل الصيانه. الحقيقه تنتني في المشكله دي، ما تغلبتش عليها. هجيلك بعدين ايه اللي عمل لي كارير شيفت بقى وغير وجهه نظري في القصه دي. قعدت حوالي 3 شهور. انا فاكر اول مرتب كان 600 جنيه يعني في التوقيت ده. كتير. كتير. الحقيقه جات لي فرصه في شركه اسمها جاشل. دي كانت شركه بتعمل يعني ديستريكت كولينج، التكييفات المركزيه بشكل عام. عندهم يعني هم كانوا ايجنت البرودكت كده اسمه كوازاكي. فكنت يعني سعيد الحظ ان اشتغلت مع احد الناس اللي كانوا مؤثرين بقى في حياتي في بدايه الطريق يعني. المدير بتاعي كان اسمه اكرم راشد. الشخص ده لما انضميت لجاشل حسيت يعني بحاجه مختلفه. هو كان قريب جدا من التيم. خارج بقى انت من الجامعه، انت عايز بقى مهندس ولازم تحتفظ باللقب بتاعك طبعا. ومع مديرك بقى مهندس وتك على مهندس قوي دي. فلقيته لا يا جماعه انا دوري اكرم خالص. ايه ده؟ في كده معقوله؟ يعني الموضوع غريب شويه. طبعا احنا في جين زي دلوقتي الموضوع يعني مختلف تماما. بس انت لازم تشوف ازاي الثقافات بتاثر فيك. فدخلت معاه في يعني جو الشغل، وقدرت ان انا يعني اتكلم كتير عن نفسي، وهو يفرملني يعني يبتدي يوجهني، يحطني على الدايركشن الصح. مهمة جدا دي يا عبد الرحمن طبعا. ان انت طبعا. تلاقي مديرك بيوجهك صح طبعا. بيقول لك نصايح تفيدك فعلا على المستقبل. كان حظي كويس ان انا لقيت اكرم في حياتي في البداية. كان معانا جروب حلو جدا. قدرت برضو ان انا اتعلم منهم كتير قوي. الفترة دي كانت سنة. كنت مسؤول برضو عن صيانة في الجزء بتاع البانل بتاعت التشيلر، وازاي ان انت تبقى مسؤول عن السيستم بالكامل، تعمل له O&M، تشغل البامبس، البانلز بتاعت البامبس دي عشان تشغلها فيها طبعا كومبوننتس. فازاي ان انت تبقى عارف الكومبوننتس دي بتعمل ايه والخصائص بتاعت كل حاجه تكنيكال قوي بقى. حاجات تكنيكال قدرت ان انا برضو اشتغلها غصب عني. ايه اللي حصل بقى؟ الحاجه اللي انا كنت بقول لك عليها، بتفرج على فيلم انيميشن في يوم ويك اند كده زهقان، لقيت فيلم اسمه تينكر بيل. الفيلم ده هو اللي خلاني اتغير خالص واغير وجهة نظري عن موضوع الصيانة، وان انا احب الصيانة. دي معلومة. ده فعلا هقول لك الفيلم حكايته ايه يعني، بس ما تتريقش. هو انا ضحكت عشان كده. الفيلم كان جينات كده بتتولد. هو العالم كده الجينز دي هي اللي بتبقى مسؤولة عن كل حاجة. في جينز مسؤولة عن المطر، جينز مسؤولة عن السعادة، جينز مسؤولة عن الحب، جينز مسؤولة عن ان هي تعمل الجو بتاع البهجة، جينز مسؤولة عن الاكل، جينز مسؤولة عن الصيانة. جيناية جديدة كده نزلت، فبيعملوا حفل تنصيب كده للجينز اللي بتنزل. فكل جين بيقفوا كده في مكان معين قدام الناس كلها، الخصائص بتاعتها هي اللي بتروح لها، مش هي اللي بتختار. فطبعا انا مش فاكر طبعا اسم الجين اللي كانت نازله ايه، او هي نزلت طبعا تروح بتحلم. هي كانت جميله شكلها حلو قوي، فكانت بتحلم بقى بالسعاده او حاجه بقى من الحب، يعني سعاده يا حب. شايفه نفسها جدا في الحاجتين دول. فلقت الفيتشرز بتاعتها هامر كده رايحه لها واقفه قدامها. فحاولت ان هي لا انا مش انا، اكيد مش انا، اكيد اللي جنبي، اكيد يعني مش انا. وفعلا كان هو الفانكشنز بتاعتها ان هي بتعمل المينتننس.
بتدور بقى قصة الفيلم، كارهة نفسها طبعا، حاجة بقى اللي أنا بحكي لك عليها في بداية رحلتي. ومش مبسوطة، زعلانة، تعيسة بقى يعني، لغاية لما حصل مشكلة في العالم ولازم حد يتدخل ويصلح المشكلة دي. كان هي اللي ليها الدور في القصة دي. ده كده يعني باختصار شديد. الفيلم ده أثر فيا، ومش عايزك تبقى فعلا بالتريقة، لأن انا بقول القصه دي ليه؟ حاسس جواك بتتريق. لا بالعكس، لان انا يعني برضو شويه يمكن نفس السيناريو ده حصل. انا دايما كنت احب ابقى سكند مان، انا مش عايز ابقى دايما فيرست مان تماما. يعني الستيج شغاله، الناس مبسوطه، كله تمام، انا ورا في الستيج اللي مظبط كل حاجه. انا مش عايز حتى يتقال لي برافو. ده انا انت عايز الجندي المجهول دايما تبقى. انا كنت الكاركتر دي لحد ما لقيت ان انا بتحط في ده، يعني بتحط في البوزيشن الاولاني دايما، وفعلا كان بدون اختيار. بس يعني حتى انا فاكر اخر حاجه في ليكويديا مثلا، لما جينا قعدنا طبعا في فكره احنا حابين نعملها ميديا برودكشن، عايزين نعمل شويه حاجات والى اخره. فجينا بقى للتايتلز. انا بالنسبه لي راكن، اللي عايز يعني ايه اي تايتل مفيش مشكله، الجروب بيختار. انا يعني حاطط فكره وعندي بلان هنعمل ايه وممكن الفكره دي تتطور ازاي وبتاع، لحد ما لقيت يعني دكتور هيثم ابراهيم قال لي انت السي او. فطبعا سي او ايه يعني، انا خدت التايتل سنه وشويه في طموح بقى. بس يعني ايه، انا ليه لما مفيش حد مناسب فخلاص انا هاخد انا التايتل ده. بس بعد كده لما بدأنا ان احنا نحط بقى الاستراتيجيك بلان، فانا شايف البيزنس رايح لفين وفين وفين وفين. بدأت اقول انا ممكن انفع هنا. بس زي ما انت قلت دايما انت محتاج حد يفرملك، يقول لك على فكرة ده مش متظبط، ده بلاش اللاين ده، خلينا نخش على لاين تاني. وانا حتى بشبهها بتيونينج، عارف انت حد قاعد ماسك كده بيظبط لك الاداء، بيظبط بس شويه حاجات كده وانت على نفس المايسترو اللي موجود بالظبط. ده مهم جدا في حياتنا، حتى لو احنا مش مختارين ده. دي فعلا بتساهم ان انت توصل في الاخر برضو للفيجن اللي انت واقف عندها. خليني اقول من كلامك ده برضه عبد الرحمن، وتبقى اول رساله يعني لو نقدر ان احنا نطلع منها، ان ما تعرفش في حياتك ايه اللي ممكن يغيرك. ممكن تلاقي شخص طبعا معدي الشارع شفته يغيرك. ممكن حدث حصل في حياتك طبعا يخليك شخص تاني خالص. ممكن خبر سمعته ولما دخلت في تفاصيله لقيت فيه قصة أثرت فيك غيرتك طبعا. فأظن يعني الرسالة المهمة جدا اللي ممكن يعني أنا برضو شايف إن إحنا كبار قوي إن إحنا نطلع حاجات يعني لا بالعكس والله، تتعلم منها. عايز أقول لك الناس فعلا يعني عايزة تسمع المعلومة بتاعت حد وقع وقام فقال يا جماعة خلوا بالكم المنطقة دي فيها مشكلة عشان ما حدش يقع فيها تاني. مش دايما. بص في الاخر الناس لما بتنجح جدا والسكسس بقى بيبقى خلاص وصل لاعلى مستوياته، يعني الناس بتتشهر وتتعرف، كواليس ما حدش بيعرفها. ويمكن انا فعلا البودكاست معمول عشان ده، المشاكل اللي في النص اللي الناس بتقابلها وممكن ما يكونش حد اتكلم فيها. ممكن تيرنينج بوينت حصلت، في لايف تشينجينج اكسبيرينس حصلت، زي ما انت قلت فعلا في اوقات انت كل اللي عليك ان انت تأدبت مع السيتويشن اللي انت اتحطيت فيه، بس تفضل مكمل. واعتقد دي من هندسة يعني احنا لا يعني كلامك صح طبعا، بس مفيش سكسس من غير ستوري يعني طبعا. مستحيل تلاقي اي حد ناجح في حياته ما مرش بامور كتيره جدا قدر ان هو يتغلب عليها، ومواقف صعبه كتيره جدا في حياته وقدر ان هو يتغلب عليها، ووقع كتير جدا وقدر ان هو يقوم بعدها طبعا، وفي الاخر وصل للنجاح اللي هو فيه. بس خلينا نكمل وندخل رحله الصيانه لما بداتها بعد ما شفت الموفي طبعا، التينكر بيل انيميشن موفي اللي انا قلت لك عليه. بدأت ان انا اغير من نظرتي للصيانة، ان انا احب الصيانة. وده كان على عكس خالص بدايتي. يعني كارير بلان زي ما قلت لك ان انت تروح في شركة مالتي ناشونال بتشتغل معاهم بتصنع برودكتس، تبتدي بقى تبقى من الناس اللي هي موجودة داخل الكيان ده. انت عايز بس تبقى اسمك موجود، انت بتشتغل في الكيان طبعا.
طب هتعمل ايه؟ ما انتش عارف. واظن ان ممكن لو كانت جات لي الفرصه دي في الاول ما كنتش اوصل لان انت النهارده بتقول لي احمد احنا عايزين طبعا. نسجل حلقه مع طبعا. بعض. واكشولي انا بشوف ان ده الصح، ان حظي الحلو ان ربنا قفل عليا البيبان اللي كان ممكن انضم لشركه من الشركات الكبيره اللي كان ممكن هبقى واحد من الناس اللي شغالين وخلاص. صح. كتير جدا من موجودين في حياتنا نعرفهم من صحابنا طبعا. او من الناس اللي ممكن اقدم مننا كمان رحلتهم ما كانتش موفقه ان هو يصنع اسمه يعني. فخليني هقول لك بعد كده انا انضميت لاي اتش جي جروب اللي هم انتر كونتيننتالز اوتيلز جروب في بورتو غالب. كانت رحله صعبه قوي والحقيقه اتعلمت منها كتير بقى، وده كان بدايه ان انت تبتدي تكون ليدرشيب. انا انضميت، انا مش هنسى يوم ما انضميت كان يوم 10 رمضان بمناسبه طبعا احنا داخلين على رمضان. التوقيت ده كان صعب قوي. ليه؟ كان اول مره ابعد عن الفاميلي بتاعتي واخد تجربه صعبه ان انت رايح تشتغل في مكان بعيد جدا بينك وبين اهلك يعني اتليست 7 ساعات تقريبا. رايح يعني environment جديده مختلفه مش عارف حاجه خالص. بس الحقيقه الخطوه نفسها ان انت تاخد القرار ده شيء بيأثر في حياتك. ممكن تفشل. بعد الفشل لو قدرت ان انت تحلل الاسباب بتاعه الفشل ممكن تنجح بعدها ونجاح قوي جدا. طبعا. فالحقيقه ما فشلتش الحقيقه يعني. رحت خدت التجربه وكنت وانا هناك لقيت يعني نماذج بقى مختلفه كبير وقدرت ان هي بجد توصل لي رسائل انا لحد دلوقتي بطبقها وبنفذها. هقول لك على سبيل المثال حاجتين. كان مدير من المديرين اللي انا يعني اشتغلت معاهم، انت ما تعرفش ممكن يكون اسمه احمد او جرجس، هو كان اسمه احمد بس قدر انه يوصل لك رساله ان انت ما تظلمش حد. مش شرط ان انت تبقى احمد او جرجس عشان خاطر يضمن الناس اللي بيشتغلوا معاك ان انت مش هتظلمهم. فصل تام ما بين البروفيشنال ورك او البروفيشنال انفايرمنت اللي الناس بتشتغل فيها من البيرسونال لايف بتاعتك مع مديرك. وده له تأثير في حياتك وده له تأثير في حياتك. كان أول مرة يعني تجربة أكرم في جاشل كان المدير اللي بيقدر ان هو يقرب من الناس بتاعته ويعلمهم ويحطهم على الطريق. التجربة في انتر كونتيننتال كانت مختلفة شوية لأن العدد أكبر. بتتكلم ريزورت كان فيه ما يقارب اتليست 600 موظف. عدد كبير جدا. انت في الانجينيرنج ديبارتمنت لوحدك تقريبا بتمثل 40% من العدد ده، لان انت عندك ستاف مهول هو اللي بيعمل كل حاجه في الرومز والاوتيل. كل السيستمز اللي موجوده الناس دي هتشغلها. فازاي ان انت تليد الناس دي، ازاي ان انت تعرف عنهم ادق التفاصيل عشان تخليه في مود الشغل فالبرودكتيفيتي بتاعته تزيد. حاجه غريبه جدا يا عبد الرحمن اتعلمتها في الفتره دي، ان انت نجاح. انا بكلمك بقى عن طبقه التكنيشنز. طبعا. والطبقه دي معاهم بيبقى انا هحكي لك هم البيلرز بتوع شركتي النهارده. طبقه التكنيشنز دي وهي طبقه النهارده احنا عندنا ندره في التكنيشنز يعني طبعا. وهقول لك برضو اسباب انا شفتها مع تغيير مجتمعنا السنوات الاخيره يعني اثرت بشكل كبير جدا ان الطبقه دي تبقى نادره جدا يعني. بس ازاي ان انت الطبقه دي تخليها لويال للمكان اللي فيها، تبقى في عندها بروتكتيفيتي بتطلع من شغلها اليومي. انت كنت في الاوتيل ده بتعمل ايه؟ بيبقى في بريف ميتنج كده الصبح، بتقعد مع الناس توزع لهم التاسكات دي لازم تخلص على مدار اليوم. في تاسكات تبقى واخده طبعا يعني تايم لاين، انت اسبوع شهر شويه بس بتجيلي في اخر اليوم ببروجرس. او ازاي ان انت تشغل الناس دي وازاي ان انت تخليهم يخلصوا التاسكات دي قبلها عشان تظهر عند مديرك فمديرك يعرف ان انت راجل يعني ليدر معاهم. فكان اول امتحان لي ان انا ازاي اشغل 70 موظف. انت راجل لسه 23 24 سنه على ما اظن. الكلام ده كان في 2009 يعني بعد سنه 70 موظف وتكنيشنز وممكن تلاقي اكبر منك، اعمار اكبر. بالظبط كده. ازاي ان انت تشغلهم وتاخد منهم شغل.
وازاي ان انت تقدر تخليه فعلا بيشتغل والشغل ده مش هيتعاد عليه. خلي بالك دي نقطة مهمة جدا. طبعا. ممكن موظف عندك يعمل شغله بس الشغل ما طلعش مظبوط، مم. الشغل محتاج 2-3 يراجعوا عليه ويصححوا اخطائه، فبالتالي 4 اشتغلوا على شغلانة كان واحد عامل. فحتة الإدارة ازاي تدير الراجل ده وتخليه في الاخر يعمل الشغلانة مظبوطة اتعلمتها، وكان اكبر درس اتعلمته مع ان انت تفصل ما بين انت بتتعامل مع ناس مش شرط ان هو يكون ملتزم في حياته الخارجية عن العمل، مش شرط ان هو يكون راجل على نفس الكالتشر بتاعتك، مش شرط ان هو يكون بيتكلم حتى زيك بالظبط بيتكلم زيك. ازاي تشغله وازاي ان انت في الانفايرمنت بتاع الشغل تبقى انتوا الاتنين متفقين على نفس الاستراتيجي بتاعت المكان بالظبط. فمن هنا حسيت ان لابد ان انا شغال في مكان انا وزميلي، سواء اللي فوق مني او اللي تحت مني، مديري او الناس اللي انا تشارج ان انا اشغله، عارفين الاستراتيجي بتاعت المكان، الاوبجكتيفز بتاعت المكان. صح. فدي كانت مهمة جدا ان انت تتعلمها ازاي تبقى في انت عارف يعني المشكلة اللي انت اتكلمت فيها دي، انا في فترة من حياتي كان انا فاكر كان معايا تيم يعني كواليفايد جدا فعلا، يعني كواليفايد قوي، يعرفوا يعملوا كل حاجة احنا محتاجينها. ده كان يعني تيم، انا كنت لسه بقى يعني كنت انا ماسك الديبارتمنت بتاعت الماركتنج بس، فالناس كواليفايد وشاطرة ومنظمين وكل حاجة كانت يعني تجيب اي حد ريفيو وراهم، لا الشغل طلع كويس. ومع ذلك البرودكتيفيتي اوفر اول على مستوى التيم ما كانتش متظبطه، يعني فعلا ما كانتش متظبطه، مع ان هم كواليفايد ونفس الكالتشر، عارف كل العوامل اللي هي مش موجوده اللي انت اتكلمت فيها دي هي كانت موجوده في التيم ده. طبعا ده يعني بعد فتره اشتغلنا مع بعض عشان نظبط الكلام ده كله. المشكله كانت في الاخر ان التيم كله ما عندوش يونيفايد جول، احنا كلنا ماشيين في الاتجاه ده، احنا مهم كلنا جدا. طبعا دي انا عايز اقول لك بعد بقى يعني ما قعدت كده واعمل اناليسيز واقعد اكتب وبتاع، هو فعلا وانس ان ما فيش يونيفايد جول للجروب، كل واحد بيجيب اخره وبيشتغل وبيسعى وبيجي في وقت الشغل يكسر الدنيا، وممكن كمان يدي الشغل بعد اوقات الدوام، بس في الاخر هو كل واحد ماشي في اتجاه. فالمحصلة فعلا الفترة دي بالنسبة لي ما كانتش مرضية تماما. وده اهم حاجة اظن في الادارة، يعني ده اهم حاجة ان انت تقدر تخلق مجال للعلاقة الشخصية ما بينك وبين الموظف طبعا. والعلاقة بتاعة العمل اظن دي مهمة جدا. لو قدرت ان انت توصل للنقطة دي مع الموظف بتاعك، انت خدت منه افضل شيء، هتكون انت بالنسبة له افضل مدير وهو هيكون بالنسبة لك افضل موظف. خليني اكمل لك رحلة انتركونتيننتال، كانت رحلة مفيدة ليا بس كانت قصيرة جدا، ما قدرتش استحمل. تقريبا سنة برضو. تقريبا سنة. اول رحلة ليا زي ما قلت لك كانت في 10 رمضان، انا رجعت بعد العيد الكبير. يعني انت بتتكلم almost 70 يوم. كانت رحلة شاقة جدا موت مش علقة طبيعية يعني. بس كانت مفيدة جدا ان انت بتتغلب على حاجات كتيرة قوي. بعد كده يعني حاولت ان انا اغير الموضوع الاوتيلات، لان الحقيقة ما لقيتش نفسي فيه قوي، يعني زي ما كنت شايف في التوقيت ساعتها ان حياة الراجل الاوتيلير ده عاملة زي الطيار، زي القبطان كده، يعني بيعيش حياة مختلفة طبعا. فما كنتش حابب اخوض التجربة وانا صغير واكمل فيها وتبقى حياتي في الطراز ده يعني. من هنا بدأت أشوف حتة إزاي تعمل لنفسك CV محترم. الحقيقة يعني ده كان في توقيتنا طبعا ما كانش فيه AI، ما كانش فيه طبعا التكنولوجي اللي موجودة دلوقتي. بتحاول أن أنت فعلا بجد تكتب الCV بتاعك، وفي التوقيت ده حاولت أن أنا كل كلمة أكتبها فعلا تبقى يعني بتعكس شخصيتي. يعني من ضمن الكلمات اللي الواحد كان يعني في التوقيت ده بيقراها كتير جدا وحب ان هو يكتبها في CV، ان انت work under pressure، ازاي بقى فعلا تحقق دي. ودي كانت حاجة بتفتقدها شركات كتيرة جدا. في بعض الاحيان بتبقى عايز تبقى الشخص اللي مسؤول، اللي بيتحمل الضغوطات وبيقدر ان هو يشتغل في الضغوطات دهيت.
عملت لنفسي سي في. قدرت ان انا انضم بعد كده لشركه اسمها TSM. دي شركه من الشركات اللي انا قضيت فيها حياه مهنيه طويله جدا، وكانت من الشركات اللي اثرت فيا بشكل كبير جدا. كان صاحبها اسمه محمد جلال. ده شخص يعني انا بعتز بيه الى الان، شخص اثر فيا كتير قوي. فعلا بجد عيشني تحت ضغوطات، قدر انه هو يفجر كل الطاقه اللي جوايا، وقدرت ان انا اوظفها بشكل. وهو كمان يعني الحقيقه كان شخص ملهم، كان شخص غريب جدا. بيسيبك في توقيت بالليل خالص، تلاقيه الصبح 7 بيكلمك، 7 الصبح بيكلمك، بيرتب معاك شغل، بيتابع معاك على مدار اليوم. انت بقيت تستغرب الراجل ده بينام امتى؟ مش ممكن. احد المواقف يعني بجد كانش يرن الرنه تكمل 3 مرات ولازم ترد عليه، ويبقى حاضر جدا في اي موضوع بتكلمه خارج الموضوع اللي بيكلمك فيه. ازاي الشخصيه دي اثر فيك قوي؟ دي من ضمن المراحل المهمه جدا، انك فعلا مش بس المواقف اللي تخليك تغير حياتك، لا، الاشخاص اللي يخليك تغير حياتك. كان هو من ضمن الناس دي الحقيقه. عملنا ايه في الشركه دي؟ انا بدات مهندس كهرباء، كنت ماسك احد المولات المشهوره في التوقيت دوت. بعد كده قدرت ان انا يعني مديري لسبب او اخر جات له فرصه بره، فتوليت انا المسؤوليه. لقيت مره واحده ان انا مطالب ان انا ادير الاداره. شجعني جدا محمد جلال في التوقيت ده. وبعدين دخلت في ازاي تطور من الستاف بتاعك. الحقيقه دي كانت مرحله بقى، عارف انت خبرتك مش كبيره، بس المواقف اللي مريت بيها كانت مؤثره في حياتي وتعلمت منها دروس كبيره. فحاولت ان انا اوظف ده. اشتغلت مع فنيين وعملت معاهم شغل حلو جدا. اشتغلت مع مهندسين، عملنا شغل حلو جدا. اتمنى ان انا اكون في رحلتي معاهم اثرت فيهم زي ما هم اثروا فيا، بس قدرنا ان احنا نعمل تيم وورك. ومن هنا بدأت ثقافتي انا تظهر اكتر في شغلي، ان انا ما بعرفش اشتغل غير في يعني مناخ فريق عمل. بحس ان ده بينجحك، حتى لو في بعض العناصر اللي جوه المناخ العمل مش اقويه، مش عندك، مش كلهم الصف الاول، مش كلهم الناس الكاليبرز وعندهم التكنيكاليتي عاليه جدا. لا، مع الفريق العمل بتلاقي الناس الويكنس والسترينث بوينتس كلها متغطيه، فيبان السترينث بوينتس قدام بتاعت التيم ككل. بالظبط. ودي كانت فعلا حاجه قدرت ان انا اقدر اطلع منها يعني ايه تقدر تليد الناس. وحسيت ان فعلا انجح مدرسه. ممكن كانت بالنسبه لي ملائمه قوي، ان انت لما بتدخل ازاي مع ناس ما تعرفهمش، ازاي تقعد وتتكلم معاهم وتختبرهم في مواقف، وتبقى انت اللي بتسبقهم في الشغل. هتقول لي طب ده مش صح على طول، صح، بس في الاول عشان تفهم الناس والناس تفهمك، ده مهم جدا انك تعمله طبعا. لان المواقف بتخلي الناس تعرفك اكتر. اخطائهم لما ازاي تعالجها مؤثره في حياتهم قوي معاك. هحكي لك على موقف. في مره احد الناس عمل مشكله كبيره جدا، فحرق يعني حاجه كبيره في سيستم من السيستمز اللي كنا بنشغلها. يعني الولد ده كان عارف ان نتيجه الخطا اللي عمله انه هيترفد خلاص. طبعا. انا ما رفدتوش، قعدت معاه. طب ليه نتصرف التصرف دوت؟ انت فاهم ان احنا هنتخلى عنك؟ لا، احنا هنقف. انت كنت فرد من ضمن منظومه بتدير، فالمنظومه هي اللي اخطات. كان وارد انا اللي بنفسي اللي ابقى في الموقف ده وانا اللي اخطا، والسيستم يعني برضو يتحرق. فمش كون ان انت اللي بتشغل وانت اللي اخطات، والخطا ده وارد. عايز اقول لك ان هو اللي صلح السيستم ده بعد كده، وقدر ان هو يبقى انسان فعلا عنده رؤية مختلفة نتيجة الشركة اللي بيشتغل بيها. مش مهم تبقى اسم كبير جدا الناس بتشتغل معاك، بس مهم الناس بتحترمك طبعا. وبقت مخلصة للمكان اللي هي بتشتغل فيه. ودي من ضمن الرسائل المهمة قوي اللي الواحد يتعلمها في حياته. خلي الشخص اللي شغال معاك فعلا بيشتغل في المكان ده كأنه بتاعه. هتاخد من الشخص ده حاجات مختلفة، حاجات
يعني بجد بتفجر جواه حاجات. تلاقيه بيفكر دايما بره الصندوق، بيفكر ان الشركة دي تكبر بأفكار ممكن مش كلها صح، بس الروح نفسها حلوة. فدي كانت من ضمن المراحل اللي الواحد اتعلمها في مرحلته في TSM. قدرت ان انا اوصل لبوزيشن ان انا دايركتور في سن صغير. استمريت 7 سنين، عملنا شغل كبير قوي اعتقد بعد كده بقى جت الرحله بتاعت اي باور، صح؟ exactly. بدات ازاي بقى يعني لما تبص على رحلتي مع تسويق، انا كنت شغال شوبينج مولز، بعمل O&M لكل السيستمز اللي انت بتشغلها جوه المول. قدرت ان انت تعمل يعني بصمه في ازاي تفهم طبيعه المولات، ودي طبيعه مختلفه شويه يعني، او بيزنس مختلف يعني. مش اي مول في الدنيا عشان خاطر الناس القائمين عليه معروفين ينجح. المول فكرته مختلفه. مش عايز اروح في الحته دي لان ده فتره من حياتي كنت بقى شغال فيها، بس تفكيرك انك تنجح الشركه اللي انت موجود فيها كان مؤثر في حياتي اللي جايه في اي باور. وهقول لك ايه اللي حصل يعني. بس خليني اقول لك رحلتي مع اي باور بدات ازاي. وهو بيزنس مختلف. اي باور انت عارف ان هي شركه توزيع وبيع كهرباء بس برايفت. مش ده الفاميليار للناس. الناس عارفه ان شركه توزيع كهرباء يعني الراجل المحصل والدوله اللي هي بتبتدي تركب عدادات وتحاسبك عن طريق فواتير بتصدرها. فازاي في شركه قطاع خاص؟ هو ده نفس الحاجه اللي خلتني ابقى مستغرب اول ما سمعت الكلام ده من يعني الفاوندر للشركه رحمه الله عليه وليد رؤوف. الله يرحمه. قابلته في اركيديا مول، كان من احد المولات اللي انا كنت شغال فيها، وكنت بقدم له اوفر باي ذا واي يعني في احد المشاريع بتاعتنا اللي احنا ماسكينها دلوقتي، يعني ازاي ان انا اعمل O&M يعني في المشروع ده. فلما بنناقش الاوفر فدخلنا في تفاصيل البيزنس بتاع الشركه، و يعني ايه برايفت سيكتور في مجال الكتريسيتي ديستريبيوشن. وبدات احس ان الفكره مختلفه. وهو الحقيقه وليد الله يرحمه كان ذكي جدا. هو شاف ان الشخص ده هو اللي يليد الشركه بعد كده ويمسكها. وتاكد احنا قعدنا مع بعض مرتين، اشتغلنا في المره الثالثه. كيمياء غريبه جدا. بفتقده في كل وقت الحقيقه. بس انا مش عايز اتكلم لان الموضوع هيقلب يعني استراتيجي اكتر من ان هو احنا عايزين نقول رحلتنا كانت ماشيه ازاي. بس الشخص ده كان مؤثر في حياتي برضو، لانه اداني ثقه واداني مسؤوليه. والاتنين لو ما كانوش مع بعض كان ممكن ما انجحش. الثقه اللي هو حطها على كتفي انه واثق ان انا هنجح معاه، والمسؤوليه انه في يوم من الايام هتشيل الشركه دي. بدات معاه الحقيقه كنا مشروع واحد مع احد الديفلوبرز. خليني برضو هحترم كل الديفلوبرز بتوعنا. فبدات معاه كان مشروع واحد مع احد الديفلوبرز المحترمين. كان عددكم كام وقتها؟ 3 أفراد. يس 4 اكشولي. هو السواق بتاعه، الراجل المدير الحسابات او المدير المالي، وانا 4. دلوقتي ما شاء الله تقريبا 200. لا احنا 300 قوي ما شاء الله. فدخلت الموضوع معاه وانا حابب ان انا انجح فعلا، مش عايز افشل في موضوع زي ده. انا سبت شركتي وسبت الحلم اللي انا كنت بحلم بيه من 7 سنين قبل ما انضم الاي باور، والبوزيشن اللي وصلت له قد ايه فعلا حققت يعني سكسس ستوري مع TSM. وكان قرار صعب عليا لان انا كنت متاثر جدا بمحمد جلال وان انا اسيبه. كنت بحب الراجل وما زلت بحب الراجل ده يعني. فمش عايز افشل في الخطوه دي. فكان تحدي بالنسبه لي ان انا من اول يوم دخلت الشركه دي ازاي اكبرها، ازاي فعلا اخليها من اكبر الشركات اللي موجوده في المجال ده. انت كنت داخل اسمك مش معروف، كان في شركات سابقاك في الماركت بقالهم فتره طويله ويعني موجودين واقوياء. ازاي هتخلق نفسك في وسط ده؟ ركزت في نقط
تخليك ديفرنشيتد عن الماركت. حسيت ان السيرفيس اللي هتقدمها لابد ان انت تتميز بانك بتقدم سيرفيس بكواليتي مختلفة. كواليتي العميل زي ما انت عارف ان السيرفيس دايما هي يعني انتنجبل، حاجة انت مش بتلمسها، ما بتقدرش تقيسها، لكن العميل يقدر يقيسها لما يحس بجودتها. يقدر ساعتها يحكم عليها بشكل كويس. الكهرباء لما تبقى مستقرة ما بتقطعش، مفيش حاجة اسمها كهرباء ما بتقطعش بايزاوية يعني. بس لما يبقى في حتى وقت القطع بتاع الكهرباء في ريسبونس، في فيدباك، في متابعة لغاية لما العميل يبقى عرف ان الكهرباء قطعت ليه، رجعت بعد الوقت اللي خده من وهترجع بعد امتى ويحس ان الشركة بتتحرك لحل الموضوع. هو ده كان المين جول بتاعي في الاول، ازاي اقدم السيرفيس مختلف. فحسيت ان انت كمقدم خدمة لازم تتميز بانك اونست مع العملاء بتوعك. طبعا. هسألك سؤال يا عبد الرحمن، انت لما الكهرباء بتقطع عندك في البيت بتفكر انها ترجع امتى؟ لا طبعا. دايما بيبقى عندك انا هكلم مين، خلاص لما ترجع يا رب ما تطولش، بس مش كده. محدش عارف يقدر اللي خد تجربة انه لما الموضوع زاد عن حده فجاب رقم بيسموه رقم الطوارئ، او دلوقتي مؤخرا يعني لما بدأت الدولة يبقى فيه توعية وطبعا مستوى خدمة الكهرباء بدأ في وزارة الكهرباء تهتم طبعا بشكل كبير جدا واسع، فبدأت الناس تعرف فيه رقم طوارئ هتكلمه. طب الرقم الطوارئ اللي هيرد عليك ده هيرد عليك بعد قد ايه؟ ولما هيديك الرد هل الرد ده فعلا هيتحقق اكيوريت ولا لا؟ بالظبط. هنا الحتة دي هي اللي خلتني ان انا ادور ازاي احققها بكوست قليلة. يعني خلينا نقول ان انت اول نقطة اشتغلت عليها في اي باور ان انت شفت التاتش بوينتس اللي موجودة اللي العميل بيحتك معاك ومن خلالها او لما تحصل له، وبدأت ان انت تشتغل على الانهانسمنتس بتاعتها علشان خاطر اليوزر في الاخر لما تقابله مشكلة او يحصل له اي حاجة من الحاجات اللي ممكن تأثر على الخدمة اللي انتوا بتقدموها يلاقي فيدباك ويلاقيكم موجودين، احنا موجودين وبنحل وخلال كذا الخدمة هترجع لك تاني. اي باور سيرفيس بروفايدر، فاي سيرفيس بروفايدر هو لازم يبقى عارف ازاي يوصل خدمته للعميل، ازاي يحل مشكلة العميل، ازاي يتحمل خطأه امام العميل. صح. دول اهم 3 حاجات عند اي سيرفيس بروفايدر. وبالحقيقة فكرت ازاي اقدمهم عشان تقدر تخلق لنفسك مكان في وسط الكومبيتيتورز بتوعك الاقوياء. انت داخل بتنافس في مع شركات موجودة قبل منك بفترة طويلة وليهم اسم، وانت لسه بتداخل الماركت ملكش اسم وما ملكش ويت في الماركت. فكان لازم تعمل حاجتين في الاول، يبقى عندك حاجة مميزة عن الاخرين، ودي تتحقق مع الوقت، لان انت لما بتبتدي انت بتعمل الحاجة بس اللي بيلمسها العميل بتاعك، ما لمسهاش العملاء الاخرين اللي ما جربوش الخدمة بتاعتك. فده بيجي مع الريبيتيشن بقى. العميل ده يبقى بالظبط كده هو اللي يقدر ان هو يعني يوصل لأحد الناس التانيين ويبتدي يخلق لك ماركتينج ليك وانت ما انتش عارف. الحقيقة انا كنت شايف الموضوع دوت وحاولت اعمله من خلال ان انا اكتر الكاستمرز بتوعنا، يعني ابتدي اشتغل مع اكتر من ديفلوبر وابتدي اشوف الديفلوبرز مشاكلهم فين واحط ايدي على الحتة دي واقدمها له بسرعة. فيبتدي ينبسط من شركة لسه هي في الماركت بادئة بس بتديني سيرفيس انا شايف ان هي خلي بالك برضو اللي ساعدنا اكتر انك بتتعامل في environment ليها regulator. انت عندك يعني regulations معينة انت بتشتغل عليها. تعريفة الكهرباء ثابتة ما بتقدرش تلعب بيها. القوانين اللي انت بتشتغل بيها معروفة، في قانون كهرباء فانت بتتعامل وفقا للقانون. فحاجة من الاتنين، يا تبقى اوير قوي بالحاجات اللي معاك يا ما انتش اوير بيها. لا احنا كنا اوير بيها وحاولنا ان احنا كمان نفاسيليتيت الحاجات دي للكاستمرز بتوعنا عن طريق ان هو ياخد السيرفيس دي بسرعة وكواليتي ستيبل، لان المنافسين بتوعك بالزبط. يعني اكبر منافس ليك هو الحكومة طبعا. فالحكومة النهاردة انت لما بتروح عايز تعتمد ديزاين لمشروع او تعتمد حاجة معينة للمشروع بتاخد وقت. البروسيس طويلة شوية. ازاي ان انت تأثر البروسيس دي
والعميل بتاعك يشوفها بطريقه مختلفه. حاولت تحط ايدك دايما على مشاكل الاخرين. مش معنى كده انا ما عنديش مشاكل يا عبد الرحمن، لا عندي طبعا. بس اقول لك على حاجه، احنا لما جينا برضو نشتغل على الماركت المصري، وجينا دخلنا في الشغل الريل استيت اندستري، هي فعلا الحته بتاعت السرعه ان انا اقدم له السيرفيس في وقت قليل، وبعدها ادليفر الماتيريال بتاعتي واطلع له بالكامبينز علشان خاطر اللونش، او عشان خاطر هو كمان يومين محتاج كذا او دي خلتنا احنا نقفل ديلات كتيره قوي في الاول. مع ان انا كنت قبل ما يعني وانا بقدم له البروبوزل، انا كنت بقول له بص دي الستاندردز بتاعه الكواليتي، ودي المود بورد اللي هتطلع، والكوست بير ليد هتبقى قد كده، شكلك هيكون عامل ازاي في الماركت، البيج هتبقى شكلها عامل ازاي، الويب سايت ايه اللي هيتم فيه. فانا بنقل له الجيرني كامله اللي هو هيمر بيها من خلالي. وكنا حتى يعني بتبقى فيه ديتيلز مقرفه لينا احنا، وبتقول لنا لا لازم ده يتنفذ يا هنكوت، ملهاش حل. وده خلانا نجيب ديلز كتير فعلا، وخلانا نثبت نفسنا في وقت قليل. دي نقطة مهمة قوي يا عبد الرحمن. ممكن يبقى عندك تيم ماركتينج شاطر قوي هيجيب لك بروجكتس كتير جدا بالظبط، بس هل هتقدر تسستين البروجكتس دي؟ بالظبط كده. هل هتقدر تاكواير نيو بروجكتس؟ ده هيجي مع اعتقد ده بقى كان التشالنج الثاني بقى. طبعا انك خلاص قدرت ان انت تاخد كاستمرز، ازاي تسستين يور بزنس، وازاي تخلي الريبيوتيشن لسه بتدي بوزيتيف فيدباك عند الناس. فده مش بيجي غير ب استمرارية في مستوى الخدمة اللي انت ما زلت بتقدمها، وعايز تخليها هي الديفرنشيتد بوينت بتاعتك. وده مش هيجي غير من عمالة حابة الشركة، طبعا قادرة ان هي تفهم كويس قوي الاوبجكتيفز بتاعت الشركة عشان تقدر تمارسها بشكل كبير. ده يمكن اللي احنا بندرسه دايما في المانجمنت، ودكاترتنا العظماء اللي درسوه لنا، ازاي تخلي الناس منصهرة جوه الاوبجكتيفز بتاعت الشركة، عارفاها، شايفة الفيجن بتاعت الشركة، حافظة الميشن بتاعت الشركة. الكلام اللي احنا دايما بنقوله، بس حقيقي لما بتخلي التيم بتاعك جوه الشركة فاهمه. لما تسأل اي واحد انت شركتك اهدافها ايه، هو يقولك تقدم افضل مستوى من الخدمة، على طول عارف ده. مش ان هي اقل سعر، مش اللي هي اكبر شركة، هي هتحقق اوريدي ده عن طريق مستوى الخدمة اللي بتقدمه، افضل مستوى خدمة للكاستمرز بتوعها. فكان التحدي الكبير جدا اللي عندي ازاي اخلق فريق مميز. انت ممكن ما تبقاش اكتر شركة بتدي فلوس للناس، السالاريز بتاعتنا يعني أنا مش هتتفاجئ لما اقول لك ان انا لما بدأت في 2017 انا كنت اقل شركة في الماركت بتدي سالاريز. بس قدرت ان انا احافظ على الناس بتاعتي. ازاي؟ ان انا اقرب منهم. رحلتك بقى اللي فاتت بدأت تظهر معاك مع ان انت بتديفلوب يور تيم. وده اللي كنت بقوله لك من شوية، ازاي كنت بتبقى في سن صغير بتليد 70 واحد اكبر منك سنا، من كالتشرز مختلفة، بيتكلموا كلام مختلف، طريقة تفكيرهم مختلفة. وده اللي اتعلمته الحقيقة من السياحة وفي رحلتي مع تسويق. فالحقيقة قدرت ان احافظ على الناس بتاعتي واطور منهم، مع ان انا ما مش بديلهم افضل مرتب، لان انا حطيت لهم رؤية واضحة، كنت رياليستيك قوي معاهم. ازاي؟ قلت لهم الريفينيو بتاع الشركة اهو، الكوست بتاعت الشركة اهي، فالبروفيت بتاعنا اهو، عندنا استعداد نكمل مع بعض. حبوا الموضوع قوي. تخيل لما كل مدير يجيب الناس بتاعته ويعلنوا الفاينانشال ستيتمنت قدامهم والناس تفهمها، ويبقوا عارفين ان هم خدوا حقهم، ويبقوا عارفين ان الشركة فعلا جت على نفسها عشان خاطر تعمل حاجة او توفر لهم حاجة. تخيل ان ده بيخلق روح مش طبيعية لدى الموظف، بتخليه لويال للمكان بطريقة مش طبيعية، بتخليه فعلا يحترم المكان. فكرة ان انت ترسبكت يور مانجرز، ترسبكت يور كومباني، الفكرة دي مش كلام بيتقال يا عبد الرحمن. الكلام ده فعلا لما الناس بتعيشه بتبقى ناس مختلفة عن اللي موجودين في الماركت. واحب اقولك انا عندي ناس مختلفين عن الماركت.
هو انا اقول لك على حاجه. انا جيت عندك واحتكيت بالتيم بصراحه. وهنا كان يعني فعلا كان في سؤال انا كنت عايز اساله لك، ان انت ازاي الناس دي عندهم ليفل اوف كوميتمنت محترم جدا، الاكاونتابيلتي بتاعتهم عاليه جدا، ومع ذلك الناس بتهزر وتضحك، ويعني عارف انت كانك سيستم اجنبي زي ما بنقولها. كل حاجه ماشيه على المسطره، وكل واحد عارف هيعمل ايه امتى وازاي. وفي نفس الوقت الانفايرمنت والكالتشر لا، يضحكوا ويهزروا وواقفين مع بعض. فمنين يعني او ايه الدرايف اللي بيحرك الناس دي؟ ان ما كانوش معزولين عن الاداره. م. حسوا ان الاداره موجوده معاهم في كل حاجه بيعملوها في شغلهم. الاداره موجوده ازاي تعالج مشاكلهم، ازاي تلبي رغباتهم، ازاي تفهمهم البيزنس، ازاي تحافظ عليهم لما يغلطوا، ازاي تكافئهم لما يعملوا شغلهم. فالاداره لما بتبقى معزوله، نفس الفكره اللي قلتها لك من شويه، ان هم قدروا يفهموا الاهداف بتاعه الشركه وفعلا يمارسوها في عملهم. مفيش موظف في الدنيا وهو قاعد بيعمل شغله لو مش عارف هو بيعمله ليه هينتج وهيديك الشغل المظبوط، مستحيل. وفكره ان انت تطور من موظف او تطور من شخص، دي اصعب حاجه. اصعب حاجه. خلينا نتكلم يعني، انت النهارده في الاي اي انت بتقول له الاوردر او تدي له التاسك بيعملها لك جني بالظبط. ازاي تخلي ده الموظف يعمله؟ وهيعمله هو حبه ولا هو مضطر عشان ما يتخصمش او عشان يحافظ على شغله؟ فرق كبير جدا يا عبد الرحمن. الحقيقه يعني رحلتي والناس اللي احتكيت بيهم في فتره شغلي قبل ما انضم الاي باور ساعدتني في ده، ووليد اداني الفري هاند في ده. يعني حتى هو كان يقول لي انت بتدير يعني افضل مني. شفت مديرك لما يديك الجمله دي طبعا، تخيل تعمل فيك ايه؟ تخليك تدير افضل وافضل عشان تفضل عند المستوى اللي هو شايفك فيه. صح صح. مش ان انا ابتدي البرفورمانس بتاعتي تقل واحس ان انا خلاص انا بقيت عند الساتوريشن بوينت بتاعتي. ده بدايه الفشل، وده اللي الواحد بيحاول يحافظ عليه مع التيم بتاعه. انك عندك كتير جدا لازم تقدمه، عندك رحلتك مستمره، لازم عطائك ما يقفش. ودايما بقول لهم جمله، احلم وحلمك في اي باور مش هيقف. لان ده بيشوفوه. انا مش بقول كلام ممكن يعني. لا بص، انت عارف هو انا فعلا لو ما كنتش شفت الناس بتتعامل ازاي كنت اقول ان ده كلام اقول لك على مفاجأة. انا عندي ناس دخلوا ما كانش ليهم تاسك واضحة. يعني في بعض الاحيان كده انت راجل صاحب بيزنس، تلاقي ممكن جارك قبلك عبد الرحمن ما عندكش شغل لابني مع يعني فبتبقى محرج جدا. الحقيقة انا في اي باور ما حاولتش ان انا اخلي ده ملوش دور. يعني الناس دي دخلت اي باور بس كان ليها دور، وعايز اقول لك الدور ده انت اللي بتبقى شايفه من ساعة ما بيدخل ازاي توظفه صح. ودي دي دور الإدارة، ازاي توظف كل عنصر من عناصر اللي موجودة معاه وتخلق منه الكرياتيفيتي اللي يقدر انت كشركة تستثمرها في شغلك. النهاردة هم بقوا ماسكين إدارة، انت مش هتصدق ده. ده فعلا يعني هم حاليا ماسكين إدارة 300 فرد حاليا. اي باور الحمد لله 300 بلس، والحمد لله احنا بنقدم خدماتنا لما يقارب 30,000 كاستمر اكروس يعني 70 ديفلوبر في مصر. في منهم ديفلوبرز من البيج نيمز. والحقيقه انا هقول لك حاجه، يعني مستوى الخدمه واحد عند كل الديفلوبرز، مسؤولياتنا واحده تجاه كل الديفلوبرز والكاستمرز اللي موجودين جوه الديفلوبرز. وده شيء يعني خلى فيه كريديبيليتي عند الناس. واتمنى ان اي باور تبقى يعني البراند نيم اللي الناس بتستخدمه لما بتيجي تسوق لليونس بتاعتها. خلي بالك احنا بنشتغل في النيو اوربن سيتيز. كل ما يبقى في تطور في الريل استيتس انت بتقدر تشتغل. فالنهارده لما يبقى
زي ما اي ديفلوبر بيجي يسوق الوحده بتاعته عنده يعني فيتشرز معينه هو عاملها بيسوق عليها الماركت اليونتس بتاعته بيسوق عليها البروجكتس بتاعته. فانت ازاي تبقى اسمك موجود من ضمن الاسماء اللي بيسوق بيها؟ يعني كلنا لما بنيجي نشتري عربيه بندور على العلامات طبعا. ولما بتلاقي العربيه دي راعي من الرعاة اللي موجودين في اي مكان بتبقى مبسوط. فازاي اسمك يبقى من ضمن العلامات اللي بتستخدم لتسويق؟ ده ثقه لدى العملاء بتوعك. خلينا اكمل لك حته برضو مهمه جدا في ازاي بتتعامل مع الموظف بتاعك. الموظف بتاعك لما بيشوفك بتكبر وهو جزء من نجاح الشركه وبيلاقي تأثير على ده بانه بيكبر، ده بيساعده ان هو يتمسك بالشركه دي اكتر. طبعا لانك انت تعتبر بتحقق اهدافه واهدافك مظبوط في نفس الوقت، فده بيخليه لويل اكتر للمكان وبيحب ودايما المكان. بقول ان موست فاليبل اسيت عند اي شركه هي الورك فورس بتاعتها. طبعا يعني دي من ضمن الرسائل المهمه جدا الواحد يتعلمها في حياته. وزي ما قلت لك من شويه انك تدير شخص اصعب حاجه فعلا اداره شخص. ودايما بناخد المثال العسكري انه ناجح لانه بيقدر يدير الاشخاص بشكل جيد جدا. هو موضوع مش نجاح من ان احنا عشان اوردرز، لا، هو ازاي بتاخد الاوردر وتنفذه مظبوط وتنفذه وانت حابه. الانفايرمنت في الجيش كده، رغم ان انا برضو يعني سعيد الحظ ان ما دخلتش رغم ان انا سيء الحظ ان ما دخلتش الجيش، لكن فعلا من اهداف رحلتك في حياتك في العسكريه انك بتعمل الاوردرز سواء حاببها او مش حاببها، بس كثير من الاحيان انك تحبها. ده النجاح بالظبط، انك بتنفذ الاوردر وانت حابه، هو ده النجاح. نجاح المدير اللي قدر انه فعلا ينقل الرساله بتاعته مظبوطه للموظفين بتوعهم وخلاهم يعملوا الاوردرز بتاعتهم وهم حابينها. فتاكد ان هو بيعمل الاوردر وهو بينتج فيه، هو مش بيعمله زي ما انت ما عايز بنفس الطريقه، لا، ده هينتج فيه وهيبقى النتيجه احسن بكتير جدا. طبعا انا يعني الحقيقه مبسوط بحلقه النهارده، واتمنى ان شاء الله يبقى في حلقه كمان كده قريب نتكلم فيها على نقط معينه كده، لان طبعا لو كملنا اليوم كله مش هنخلص يعني كلام. انا مبسوط كمان يا عبد الرحمن ان انا كنت معاك، وزي ما بدات الحلقه بتقول ان احنا عايزين نوصل رسائل، فقلت لك احنا صغيرين قوي على ان احنا نعمل حاجه زي كده مش احناش مؤثرين قوي. بالعكس والله حبيبي. ودايما عندي رساله ان الرحله طويله والنجاح مش نهايه الطريق، النجاح اظن بدايه الطريق، لانك استمراريتك في النجاح دي بقى مشوار طويل جدا. ونجاحك بالتيم اللي معاك، عمرك طبعا ما بتنجح لوحدك. يعني انت النهارده موجود عشان وراك تيم شاطر، وراك عندنا تيم بيصورنا، وعندنا تيم قائم على ان احنا نطلع بشكل كويس. اي شركه في الدنيا بيبقى نجاحها بالتيم اللي فيها. عشان كده هكرر لك جملتي، يعني the most valuable asset is the workforce. الانفايرمنت اللي جوه الشركه، الكالتشر مهم جدا جدا. حته الكالتشر دي يا عبد الرحمن قوي، وازاي الناس تبقى فاهماها وتنصهر فيها. وكتير جدا من الناس بيدخلوا شركات وبيخرجوا عشان هو مش من ضمن الكالتشر بتاعتها. مفيش هارموني بينه وبين باقي بالظبط. حاسس انه غريب مع الناس. ازاي تدخل الموظف وتخليه ينصهر مع التيم ويحب الناس اللي موجوده؟ احنا بنعمل حاجه كده يعني، ورغم ان احنا بدأناها كنا يعني شركه صغيره جدا، بنعمل يعني تجمع كده نقعد ناكل فيه مع بعض، المدير مع الموظف، ناكل كلنا كده مع بعض ونبقى مبسوطين بالاكل اللي احنا بناكله ونقعد نهزر مع بعض. قد ايه ده بيخلق روح جميله قوي. النهارده حولناها للحفل السنوي. بدات القصه دي في احد المطاعم في الشارع. والله بجد. السنه اللي بعدها نعم البرنس ولا ايه؟ عايز اقول لك انا بعت واحد يحجز ترابيزه من الظهر، وكنا في رمضان يعني، ومن ساعتها بنعملها في رمضان. يمكن انا هدعوك ان انت تيجي تصور الحفل السنوي بتاعنا في رمضان وتشوف قد ايه الناس بتبقى مبسوطه. واقول لك على حاجه صغيره نختم بيها حلقتنا. قدرنا نحول ورقه مكتوب فيها ان انت امبلوي اوف ذا يير
رحله الموظف بياخدها من يوم الحفل السنوي للحفل اللي بعده، الحفل اللي انه بعده. ازاي يبقى هو الشخص اللي بيتكرم وبيطلع الناس بتكرمه. هي ورقه انا اللي عاملها وماضي عليها، بس ازاي بقت ليها قيمه. حولت الورقه دي فعلا ان يكون ليها قيمه كبيره جدا جدا عند الموظف، وازاي انه يبقى على مدار السنه مميز، وبيقدر ان هو يدي في الشغل اللي هو مسؤول عنه، وما بنفرقش ما بين مهندس من محاسب خدمه عملاء من رانر من الموظف اللي بيجيب لنا الشاي والقهوه. عايز اقول لك ان في سنه من السنوات احنا كرمنا ده، كرمنا الموظف ده ان هو استحمل الناس اللي بتطلب طبعا كل شويه. مش عيب ابدا ان انت تخلي اصغر واحد انت شايفه في الجروب بتاعك او العناصر او المان باور بتاعتك انه يبقى ده سبب من اسباب النجاح. طبعا مش عيب ابدا يعني ان انت تخلي الناس دي ليها قيمه. هي لها قيمه بالفعل، مش احنا بنخلي لها قيمه، هي لها قيمه، بس ان انت تكون دورها ده ظاهر عند الموظف بيخلق روح ان الموظف يحس انه اذا كان ده متشاف انا مش والناس متشاف. بتقدر انا مش متشاف. صح. فحاولنا ان احنا نخلي الناس تبقى عندها كومبيتيشن ما بينها، وده لصالح الشركه. فخلقت كالتشر، قدرت تخلي الناس تنصهر جوه الكالتشر، قدرت تخلي الناس تعرف الاوبجكتيفز بتاعت الشركه. فده دورك. الاداره مش معزوله عن الناس، فانت حققت اداره ناجحه. واتمنى ان انا اكون شخص مؤثر للموظفين زي ما شايفهم ان هم مؤثرين في حياتي، واتمنى ان احنا نكون بندير يعني الشركه بشكل صحيح وتودي الشركه دي في حته تانية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده في ماركتنج جورو، وان شاء الله انتظرونا في حلقات تانية كتير. ولو انت استفدت من اي معلومه من المعلومات اللي اتكلمنا فيها، يا ريت ان انت تشاركها مع حد من زمايلك او قرايبك، او حتى اي حد محتاج يسمع معلومه زي دي. شكرا لكم.